السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. زي ما انتم شايفين كده، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ده كده بوري او طباية. هنعملها كده على الكالون زي ما انتم شايفين، طبعا مع غلو الغاز وغلو المعيشة. قررنا كده نعمل ايه السمك بتاعنا على الصاج كده. انا هنا بوريكم انا بولع الفرن الكالون ازاي. طبعا بجيب شوية خشب و عصيان شجر وكلام من ده، وكيس بس بتاع شيبسي بتاع اي حاجة. بقوم مولعة بيه علشان خاطر ايه بيولع بسرعة. تمام. انا هنا كده عملت الكالون بتاعي كده ببطوبتين كبار وصاج صغيرة، هتشوفوه كده الشكل مع بعض. وشويت احلى سمك فيه زي ما كان النتيجة مستوي، وكان ما شاء الله اللهم بارك. انا هنا بولعها وهسيبها، طبعا مش بحط الصاج عليها غير لما بتولع علشان ما تتكتمش. ما شاء الله خلاص، يعني هي كده هتلقط. هسيبها بقى وتعالوا نشوف هنعمل ايه في السمك بتاعنا. انا هنا هقلب السمك بتاعنا في النخيلة او الردة زي ما بتقولوا. لو وصلت لحد هنا من الفيديو ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك وكومنت حلو منكم، واستنونا في فيديوهات تانية جديدة ويوميات جديدة كده، وبتمنى طبعا تعجبكم. زي ما انتوا شايفين كده هبتدي ان انا اقلب كل السمك بتاعي في النخيلة او الردة، ايا كان بقى اسمها عندكم ايه. خلاص هقلب كل كمية السمك على بال ما الكالون بتاعي او المقدة او الصاجة الفرن اللي انا هعمله آه، آه، تولع كده والصاجة كمان تسخن. طبعا الغاز غلي والأنابيب غليت، وطبعا كيلو السمك بيتشوي برا تقريبا ب25 جنيه. يعني علشان نشوي السمك بتاعنا بحق ايه، بحق كي يعني 2 كيلو سمك هنشويهم ب50 جنيه، نزود نص كيلو سمك أو نزود كيلو سمك. فمن هنا بقى قلت لأ، هعمل هشوي أنا السمك في البيت، ودي كانت النتيجة زي ما انتوا شايفين. اللهم بارك، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، صلوا عليه. ابتديت بقى كده ان انا اقلب كل السمك اهو زي ما انتوا شايفين. وتعالوا بقى اوريكم الصاجة بتاعتي بقت عاملة ازاي. يا سيدي يا سيدي، هنا ما شاء الله كده حذفت شوية ردة او نخيلة علشان اشوف ايه الصاجة بتاعتي سخنت ولا لا، وكانت ما شاء الله اللهم بارك سخنت. يعني اهو شايفين انا هنا ايه حدفت كده شوية بشوف الصاجة سخنت ولا لا. كانت ما شاء الله اللهم بارك. هبتدي ابص بقى كده السمك على الخشبة دي وهحدفه على الصاج. اللهم بارك، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. هنا بقى زي ما انتوا شايفين كده حذفت السمك، هبتدي طبعا اظبطه. طبعا بجد ربنا يكفينا شر النار وعذابها. يا بصوا بجد والله النار حامية. ربنا يعين كل واحد على أكل عيشه. طبعا الناس اللي بتشوي في الشوارع وقاعدة طول النهار قدام الفرن. يعني أنا شويت قعدت نص ساعة أو ساعة قدام النار أشوي. حقيقي والله تعب وإرهاق وصهد وحر في الجو اللي احنا فيه ده. الجو حر موت، فربنا يعين كل واحد على حاله بجد. ربنا يرزق كل من سعى وخبط على بابه وبياكل برزق حلال. هبتدي طبعا كده ان انا اقلب السمك على الاتجاهات مظبوط، يعني احاول ان انا اقلبه علشان ما يتحرقش مني. والله بجد كان حلو قوي، ريحته سبحان الله ريحته كده كانت مميزة. علشان خاطر انا هنا ابتديت استخدم حتة الخشبة دي، كانت خفيفة في ايدي وكانت بتعمل بسرعة كده زي ما انتوا شايفين كده حاجة اللهم بارك بجد.
يعني كان طعمه حلو قوي ومميز وطعم بجد والله. هقلبه واوقفه كده، احاول ان انا اوقفه على سيفه علشان برضه يستوي كويس. ونشوف بقى ايه، ادي احنا بنتابع مع بعض، اوقفهم كلهم على سيفهم كده علشان ايه، يبتدي ان لو ما استواش او كده يتلدن كويس. هنا ما شاء الله اللهم بارك، نزلت كمية سمنة او زيت ما شاء الله. هنا التمليحة بوريكم، التمليحة كانت عبارة ملح وكمون وشوية كزبرة وتوم وليمون وفلفل، وضربت كل المكونات الحلوة دي في الخلاط. وبعد كده هنزل السمك. هنا ما شاء الله اللهم بارك، كان خلاص استوى واخد اللون الشاي بتاعه الحلو. وزي ما انتوا شايفين كده كان بجد طعم. كنت بتمنى ان انتوا تيجوا تتغدوا معانا. الف انا اللي اكل والف انا اللي هياكل. زي ما انتوا شايفين ده كان الشكل النهائي. استنونا في فيديو جديد ويوم جديد. وطبعا قدمنا معاه طبق رز ابيض بالشعرية وطبق سلطة. استنونا في فيديو جديد ويوم جديد، وفي رعاية الله، مع السلامة.